السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. معاكم مستر أحمد الفرماوي، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة طيبة الخاصة. إن شاء الله يا شباب معانا درس جديد من دروس التاريخ بعنوان دخول العثمانيين مصر. في الدرس دوت يا شباب هنتكلم على أحوال مصر قبل الحكم العثماني. يا ترى مين كان موجود في مصر وبيحكم مصر قبل مجيء العثمانيين إلى مصر؟ كانت مصر تحت حكم المماليك، يبقى كان في دولة بتحكم مصر قبل الدولة العثمانية اسمها المماليك. طيب، ما المقصود بالمماليك؟ قال لي المماليك هم غلمان جلبهم التجار. غلمان يا شباب يعني شباب صغير، يبقى كلمة غلمان معناها شباب ايه؟ شباب صغير. يبقى هم عبارة عن غلمان جلبهم التجار اللي كانوا بيلفوا في البلاد علشان يجيبوا البضائع بتاعتهم، جابوا معاهم الايه؟ الغلمان دول اللي عرفوا بالايه؟ بالمماليك. واشتراهم السلاطين والامراء والحقوهم بمدارس خاصة. وبعد كده هم بقى المماليك دول تولوا حكم مصر بعد انهيار الدولة الأيوبية. فممكن يجيب لي سؤال أكمل هنا يقول لي تولى المماليك حكم مصر بعد انهيار الدولة نقط، أقول له الدولة الإيه؟ الأيوبية. تمام يا شباب؟ طيب، بعد كده عاوزين نعرف الدولة المملوكية دي كانت قوية ولا ضعيفة ولا ايه قصتها بالظبط. فبيقول لي امتدت دولة المماليك في 4 مناطق في مصر. نبص على الخريطة كده، في مصر وبلاد الشام، الجزء ده اسمه بلاد الشام، وأطراف الجزيرة العربية دي كده اسمها أطراف الجزيرة العربية، واليمن. يبقى في 4 مناطق. معنى كده ان دولة المماليك دي كانت دولة قوية. طيب يا ترى ايه هي بقى أسباب ازدهار دولة المماليك؟ قال لي بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طرق التجارة بين أوروبا والشرق. يعني ايه يا مستر؟ يعني كان الجزء دوت ده الجزء الخاص بقارة أوروبا. كانت السفن التجارية بتعدي من البحر المتوسط كده وتيجي مصر، تعدي من البحر الأحمر تكمل لو عايزة تروح قارة آسيا من هنا، أو ممكن تعدي من شبه جزيرة سيناء كده وتخش فيه برضو قارة ايه؟ آسيا. فالموقع بتاع دولة المماليك ده اداها ايه؟ اداها قوة، لان السفن دي لما كانت بتعدي او القوافل التجارية دي لما كانت بتعدي من مصر كانت بتدفع رسوم. فده ادى الى قوة وازدهار دولة الايه؟ المماليك. يبقى دولة المماليك ازدهرت بسبب موقعها الجغرافي المسيطر على طرق التجارة بين اوروبا والشرق. عشان لو قال لي بما تفسر عوامل ازدهار دولة المماليك. طيب يا ترى ايه هي بقى عوامل ضعف دولة المماليك؟ قال لي فيه هناك عاملين ادوا الى ضعف دولة المماليك. أول عامل هو سوء الأوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية. يبقى عندي سوء الأوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية أدى إلى ضعف دولة المماليك. تاني عامل هو تدهور الأوضاع الاقتصادية. يبقى دول السببين اللي أدوا إلى ضعف دولة الإيه؟ المماليك. جواهم سؤالين بقى. ممكن يسألني سؤال يقول لي بما تفسر سوء الأوضاع السياسية وضعف القوة العسكرية للمماليك؟ أقول له بسبب الفتن والاضطرابات بين فرق المماليك. يعني كان في بين المماليك وبعضهم فتن واضطرابات أدى إلى أنهم حاربوا بعض، فطبعا ده أضعف قوتهم العسكرية وأدى إلى ضعفهم سياسيا. في سؤال تاني يقول لي بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية لدولة المماليك؟ أقول له بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498. عبارة عن ايه الطريق ده اللي هو باللون الأحمر ده؟ عبارة عن الطريق ده كده السفن كانت بتمشي من الجزء ده كده تلف حوالين قارة أفريقيا وتروح قارة آسيا. يبقى طريق رأس الرجاء الصالح ده عبارة عن طريق بحري يدور حول أفريقيا من جهة الغرب هنا والجنوب للوصول إلى الهند في قارة آسيا. اكتشاف الطريق ده خلى بدل ما السفن كانت بتعدي من مصر، يعني بتعدي من دولة المماليك وتدفع رسوم، لا بقت تلف حوالين قارة أفريقيا وما بقتش تدفع الرسوم دي لدولة المماليك. فده أدى إلى ضعفها اقتصاديا. نيجي بقى للدولة العثمانية. مين هم العثمانيين دول؟ قال لي دول قبائل من آسيا الوسطى عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان بن أرطغرل. ممكن يجي لي سؤال هنا على طول كده يقول لي لمن تنسب؟ من الذي أسس دولة العثمانيين؟ أقول له هو عثمان بن ابن أرطغرل. نشأت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر.
في أواخر القرن ال13 نشأت الدولة العثمانية. تمام. طيب، اتساع الدولة العثمانية. اتسعت الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني في القرن السادس عشر. تمام. في عهد السلطان محمد الثاني اللي هو بيلقب بمحمد الفاتح، هو بيلقب بلقب محمد الفاتح لأنه قام بفتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية. المدينة بتاعت القسطنطينية دي كانت مدينة قوية جدا، حاول الناس أكتر من مرة يفتحوها أو يقتحموها ما قدروش، لحد ما جه السلطان محمد الثاني هو اللي قدر يفتح القسطنطينية سنة 1453، وبعد كده اتخذها العثمانيين عاصمة لهم، فهو لقب بالفاتح لأنه استطاع فتح مدينة القسطنطينية. تمام يا شباب. طيب، مع بداية القرن الستاشر بقى اتجه السلطان سليم الأول في غزواته إلى المشرق العربي. يعني السلطان سليم الأول كان عايز يوسع حدود الدولة العثمانية، فاتجه إلى الشرق أو المشرق العربي اللي هو كان فيه مين؟ الشام ومصر. نبدأ بسيطرة العثمانيين على الشام. عندي موقعة شهيرة جدا اسمها موقعة مرج ضابق سنة 1516. نتيجة ضعف في دولة المماليك اتجه سليم الأول لغزو بلاد الشام، فدارت أول معركة بين المماليك والعثمانيين عند منطقة مرج ضابق سنة 1516. سميت بمرج ضابق، تمام، لأنها كانت في منطقة مرج ضابق شمال سوريا. طيب، عندنا جدول اهو موريني اطراف المعركة ومكان المعركة واسبابها ونتائجها. نركز مع بعض. اطراف المعركة اللي هي مرج ضابق دي كانت ما بين القوات المملوكية والقوات العثمانية بقيادة سليم الاول، وقائد المماليك كان اسمه قنصوة الغوري، السلطان الغوري. تمام. مكان المعركة كان في مرج ضابق شمال سوريا. الأسباب: رغبة الدولة العثمانية في ضم بلاد الشام. الدولة العثمانية عايزة توسع حدودها وتضم بلاد الشام إليها. نتائجها: تم هزيمة القوات المملوكية وسقطت بلاد الشام في يد العثمانيين، أي أصبحت الشام ولاية عثمانية، وتم فتح الطريق لضم مصر. يبقى كده الطريق بقى مفتوح قدام العثمانيين إن هم يدخلوا مصر. طبعا العثمانيين كملوا وجم على مصر. ازاي بقى سيطرة العثمانيين على مصر؟ ده كان في معركة أو موقعة اسمها موقعة الريدانية سنة 1517. حاول في الفترة دي اللي هي قبل معركة الريدانية السلطان طومان باي حاول ان هو يجهز الجيوش المملوكية لمواجهة العثمانيين مرة أخرى، وأعد العدة لمواجهة العثمانيين في مصر. فكانت المعركة في صحراء العباسية في مصر عند الريدانية، لذلك سميت بموقعة أو معركة الريدانية. كانت المماليك هنا بقيادة السلطان طومان باي، والعثمانيين كانوا بقيادة السلطان سليم الأول. ودارت المعركة، وكان أسبابها هي رغبة برضو الدولة العثمانية في أن هي تسيطر على مصر بعد ما كانت سيطرت على الشام، باعتبار بقى أن مصر كان هي دي الموقع أو المقر الرئيسي للسيادة المملوكية. يعني المكان أو المقر بتاع حكم المماليك كان في مصر، واللي كان يسيطر على مصر يعتبر سيطر على المشرق العربي، لأن مصر مفتاح المشرق العربي. نتائج موقعة الريدانية: من أهم الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان يقول لي ما النتائج المترتبة على موقعة الريدانية؟ أقول له رقم 1 هزيمة المماليك، رقم 2 دخول العثمانيين القاهرة أو مصر يعني سنة 1517، وأصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهت دولة المماليك. يجي لي سؤال برضو من أهم الأسباب اللي أدت إلى هزيمة المماليك. ده المماليك اتهزموا مرتين أمام العثمانيين، يا ترى ليه؟ أول سبب هو عدم الاستقرار الداخلي وخيانة بعض أمراء المماليك. تاني سبب التدهور الاقتصادي. تالت سبب أن المماليك اتبعوا النظم الحربية التقليدية. المماليك كانوا بيتبعوا أو بيستخدموا سلاح الفروسية والسيوف، والعثمانيين كانوا بيستخدموا المدافع والبنادق، فده أدى إلى هزيمة المماليك أمام العثمانيين. انتهى الدرس معنا، إن شاء الله أشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.